تاني يعني يوم ظهري وجعني. كل يوم غسيل مواعين وغسيل وزفت وأطرام. مفيش جديد في الحياة. ده مين اللي جاي لي ده كمان؟ أيوه. أيوه. ايه يا بنتي ساعة لحد ما تفتحي؟ عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. يا بارك حبيبتي. اهو تمام. مالك؟ ايه ده ماسكة جنبك كده؟ تعبانة حبيبتي تعالي ادخلي. طب انا مالك يعني؟ ازيك يا ايمان عاملة ايه؟ تمام. انت اللي عاملة ايه؟ تعبانة والله يا بابا. ايه من ايه كده؟ شغل البيت اللي ما بيخلصش خالص. يا سلام. طب ايه يعني في ايه متعب ده؟ مواعين وغسيل وطبيخ على طول كده. هنعمل ايه؟ ليه كده؟ ما المواعين حطها في غسالة الاطباق هتريحك. لا انت ما عندكيش؟ لا والله ما عنديش. لا والله تجيبيها تريحك. ده غسالة الاطباق يعني حلوة مريحة. المكنسة كهربائية كده تنضفهم لك بسرعة كده يعني. لما شريف يجي اتكلم معاه ويجيب لي الحاجات دي. انت عندك الحاجات دي؟ اه عندي كل حاجة دي. عندي حلة بتطيب لي الاكل، تعمل لي انذار، غسالة الاطباق ومكنسة كهربائية، حتى الغسيل لو مش هغسل على ايدي انا بغسل في غسالة كمان. عندي غسالة دي ولا التانية ما عندكيش؟ كشك يا حبيبتي لما ظهري اتكسر. عشان كده لا قولي له طالما شايف تعبك كده ما بيجيبلكيش ليه هو؟ لا لما يجي هتكلم معاه مش هسكت على الموضوع ده. لازم طبعا تتكلمي يعني حرام تعبك ده. ده انا عندي عادل لما يشوف اي حاجه كده جديده يجيبهولي على طول. لازم يعني شايفك تعبانه. طيب خلاص انا هروح كده اعمل شوبينج وجايه. تحب اجيب لك حاجه معايا؟ لا يا حبيبتي ربنا يخليكي. بجد؟ لا. خلاص يلا باي. هتيجي تقعدي معايا شويه؟ هجيلك شويه واجيلك. طب يلا باي. ماشي. نجلاء يا نجلاء. ايوه يا شريف. ايه عملت لنا ايه اكل النهارده؟ عملت لك رز وبانيه وسلطه. تمام. هو اخد شاور عشان جاي ميت من الجوع. ماشي؟ لا بص استنى عشان عايزه حبه حاجات. حبيت حاجات ايه اللي ما يستنوش لما اكل لقمه بس. معلش يا شريف عايزه اتكلم معاك شويه. انا محتاجه حبه حاجات في البيت. اتفضلي يا ستي. نعم. الحاجات اللي عايزاها. عايزه غساله اطباق. ايوه. وعايزه مكنسه. امم وعايزه الحله اللي بتسوي الاكل دي. وده ايه منين ان شاء الله؟ هو ايه اللي منين؟ لما انت عارفه البر وبطاقه وعارفه شغل هجيب منين الحاجات اللي انت بتتكلمي فيها؟ انت عارفه ثمنها كام؟ ما اعرفش بقى اتصرف. انت عارفه كل طلب من اللي انت طلبتيه ثمنه كام دلوقتي في الايام اللي احنا عايشينها؟ والله كل الستات عندها كده. اشمعنى انا؟ كل الستات مين؟ كل اصحابي. كل اصحابي؟ اه. حد كلمك النهارده؟ لا ما حدش كلمني. امال مين؟ ماليش. حد عدى عليك من صحابك؟ ايمان عدت عليه قعدت معايا شويه. ايمان. وهي اللي قالت لك تلاقي الحاجات دي بقى عندي وعندي. مش مهم قالت ما قالتش. انا محتاجه الحاجه دي في بيتي. ايوه ما انت عارفه شغل وعارفه مقضي كام. يعني الشهر بنقضيه بالعافيه من المرتب. ما اعرفش بقى اتصرف. ما اعرفش. اتصرف اعمل ايه؟ ماليش دعوه. ماليش دعوه. انا عايزه الحاجات دي في بيتي. اقول لك حاجه. انا هنزل. انا اتخنقت ومش عايز اطفح ولا عايز اخد شهر. سلام. ده راح فين دي بقى؟ مش قاعدة في البيت كالعادة. شوف الأكل. أكل ده التلاجة فاضي. استغفر الله العظيم يا رب. الو. ايه هانم فينك؟ بره؟ ما انا عارف ان انت بره. انا في الشقه على فكره. ولا في اكل في التلاجة ولا في اكل في اي حته. ده ينفع يعني؟ انا لسه جاي من شغلي. اصحابك مع اصحابك. بعد اذنك المفروض بيتك ده ليه واجبات عليك. يعني اجي الاقي اكل وشرب موجودين. طيب على العموم خلي اصحابك ينفعوك. انا نازل اكل فيها مصيبه تحت.
لما ترجع العموم لنا كلام تاني، عشان كده مش هينفع والله. ماشي، سلام. زفت ونيل. الو، ازيك يا سلوى، عامله ايه؟ وحشتيني يا حبيبتي، مفتقداكي صدقيني. انا كويسه الحمد لله، وانتي عامله ايه؟ يا رب دايما. لا صوتي مش متضايق ولا حاجه، مفيش حاجه. متخانقه مع شريف. ايمان جات لي النهارده قعدت تقول لي عندي وعندي وعندي، بصراحه دمي فار. سكت شريف، قعدت اتكلم معاه قلت له انا عايزه زيها وعايزه وعايزه، خانق فيا وسابني ومشي. لا بتهزري، ازاي ما عندهاش الحاجات دي وانا كمان عايشه احسن منها؟ انت بتقولي ايه؟ انت ما شفتهاش وهي بتكلمني اساسا؟ الكبرياء والغرور والتناكه، ايه ده بجد؟ خلاص تمام ماشي، انا كده عرفتها على حقيقتها بس انك قلتيلي عملت مشكله وخلاص مع شريف. خلاص لما يجي هصالحه واتكلم معاه وراضي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، خليني اسمع صوتك على طول. باي يا حبيبي، باي. انت جيت من بدري؟ جيت من بدري؟ الحمد لله على السلامة يا هاني. الله يسلمك. مالك؟ مال ايه؟ وانا ازاي اجي من شغل ولا لاقي لقمة؟ والبيت بايظ والزفت، المطبخ بايظ، ده عيشة دي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ عيشة، مالها عيشة؟ هي عيشتك انت دي معايا حلوة؟ حلو، احمد واشكر ربنا. على ايه؟ على ايه؟ ايه مشكلتك؟ مشكلتي انا مش عايشة، مش انت مش عارف اصحابي عايشين ازاي؟ اصحابك عايشين ازاي اصحابك؟ اللي عندها حاجات واللي عندها اللي جايه، اللي اساسا اولا اللي مسافره بره دي عايشه حياتها وسط سفر بره، عايشه هناك حاجه مكان نظيف. والتانيه اللي هنا بقى اللي كل ما تطلب حاجه جوزها يجيبها لها، مش زيي محلول وسط امي عشان خاطر نظافه البيت بتاعتك اللي انت مش عاجباك كمان، وكمان عايزني اعمل لك اكل. بص يا بنت الناس، هو انا اللي لازم تعيش عيشه اهلك؟ احنا عايشين عيشه غيرنا مش عايشها، وانا عندي ربع اللي عندك. اسمعي الكلام للاخر، ما تقطعنيش. اللي انت عايشاه ما حدش عايشه، وخلي بالك اللي بيحمد ربنا ربنا بيزوده، واللي ما بيحمدوش ربنا بياخد منه. وانا لما هعيش عيشه اهلي اتجوزتك ليه؟ مش عشان تعيشني اعلى؟ قول الحمد لله. على ايه؟ الحمد لله. على ايه؟ على ايه؟ وكل حاجه معاك. ايه خلاص طالما الحمد لله يبقى انت بقى كمان قول الحمد لله على البيت اللي مش عاجبك وعلى الاكل اللي مش موجود، قول الحمد لله برضه. طب بص يا بنت الناس، كلمتين ومن الاخر، اصحابك اللي كل شويه ماشياني معاهم ودي تلعب لك في دماغك ودي تلعب لك في دماغك، مش عايزك تشوفهم تاني. سامعاني ولا لا؟ لا طبعا دول اصحابي. طب على العموم اديني قلت لك كلمه، ولو مشيت معاهم تاني ليا كلام معاكي تاني. سامعاني ولا لا؟ عيشه تقرف. عشتك. ازيك يا نجلة؟ ازيك يا شريف، عامل ايه؟ الحمد لله. انت هديتي؟ هديت يا شريف. كان لازمته ايه اللي حصل ده كله؟ حقك عليا والله؟ المهم اكلت. ما اكلتش. انت اللي عملتيه ده يخلي واحد ليه نفس يعني؟ طب معلش، صاحبتي جات لي هنا وكلمتني بطريقه مش حلوه وحرقت دمي. صاحبتك كلمتك بطريقه مش حلوه، صاحبتك مسخنتيه، صاحبتك خربت بيوت. انت ليكي نظره، فيكي مشاعر، فيكي انك تشوف عينين الظروف ايه. يا شريف انا نفسي ابقى زي كل ست عندها كل حاجه. ولا ما حرمتكيش من حاجه، هو لما ربنا بيديني بحرمك من حاجه؟ بصراحه وقلت لك واحده واحده. بص يا بنتي انا هفهمك، احنا الحمد لله احسن من غيرنا. في ناس مش لاقيه تاكل، انت عارفه الظروف، عارفه الغلا وعارفه الدنيا. فاللي عندنا احنا في ناس مش لاقياه، في ناس مش طايلاه. وعلى فكره يعني طبقات اقل مننا
وبيبوسوا ايدهم وش وظهر، والله ما اعترفت. شاكرين وحامدين ربنا. انت ما شفتش طريقتها. انت تعرفي ايه عند صاحبتي؟ عارفه ظروف عرفت صاحبتي ايه؟ انها افقر مني، ما عندهاش اللي عندي. والله؟ عرفت ده كله. وعرفت ان ان شاء حقك الله عليا من صاحبتي سلوى. صاحبتي وصاحبته هنقعد نستمع، دي عندها ودي ما عندها، وانت الناس اشكري ربنا على اللي عندك وبس. ولما ربنا يدي وعد مني مش هحرمك من حاجه، اللي انت هتعوزيه عينيا الاثنين. حاضر، وانا اوعدك ما اسمعش كلام حد تاني خالص. أتمنى. وارضى بعيشتي. اتمنى اشكري ربنا على عيشتك، وقولي انك دايما كده اشكري ربنا واحمدي ربنا، وقولي انك احسن من غيرك. انت احسن من غيرك. الحمد لله. لله. الحمد لله. تمام. مش عايز اشوف النكد ده تاني والخلافات على الفاضي ملهاش لازمه صدقيني. حقك عليا. بامانه نرفزتني. طب هي نرفزتك انا ذنبي ايه؟ واحد جاي ما تعبان. انا حسيت ان عندها العالم كله. حسيت انت ما شفتش وضعي كان قدامها ايه، وهي عماله تقول عندي وعندي وعندي، وهي اساسا بس انا بشوفها بس. ماشي، عموما حصل خير. قوم اعملي لنا لقمه بقى ممكن ناكل سوا. احلى اكل. ربنا يخليك. وحقك عليا. ولا يهمك، حصل خير. لا ايه بس والاكل يبقى جاهز. ماشي يا بابا. مين؟ ايه يا بنتي مش عايزه تفتحي لي ولا ايه؟ اهلا. خليكي عندك. ايه في ايه؟ ايه؟ ايه مالك؟ بنتي ده ما تجوش هنا تاني. ده ليه مش كده؟ عايزه اعرفك. الانسانه الغلويه اللي تكره صاحبتها وتوقع بينها وبين جوزها ما تنفعنيش. ليه كده؟ انت انت بتقولي طلعتي كدابه، كل كلمه قلتها كدابه، وانا عشتي احسن من عشتك. عيشة اهلك، بتعملي ليه كده؟ يعني ده اخر كلامك معايا؟ ومش عايزه اشوفك هنا تاني، ومش عايزه اعرفك، عجباكي؟ ومش عايزه اعرفك تاني. دلوقتي اتفضلي بقت عجباكي؟ لو سمحت، من غير كلام اتفضلي.